السلام عليكم حبايبي الغاليين. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من أنواع الكفتة، بس بتتبيلة سهلة جدا. على قد سهولتها، على قد ما هي جميلة وروعة وطعمها ممتاز. تعالوا كده نشوف الجمال ده اتعمل ازاي بطريقة سهلة وتتبيلة يعني عايزة اقول لكم بسيطة جدا. ونقول بسم الله. اول حاجة كده في بولة هنزل كده احط مصفى وهنزل فيها ببصلتين كبار مفرومين ناعم جدا. الكمية اللي انا بعملها دي لكيلو من اللحمة المفرومة. انتي لو عايزة تعملي نص كيلو هتنصصي كل المكونات بتاعتك. بصلتين كبار مفرومين ناعم، نزلت عليهم بحبايتين من الفلفل الالوان، احمر واصفر. عايزه تعملي مثلا الحبايب تبقى كبيره شويه ممكن تاخدي نص من هنا على نص من هنا. لو ما فيش غير اخضر بس، هيبقى حبتين من الفلفل الاخضر او 3. بتمشي وبتبقى زي الفل وبيبقى طعمها كمان جميل. طبعا بمسك كده بقى اصفي كمية البصل والفلفل دي كويس جدا من السوائل الموجودة فيها. انا مش عايزة سوائل خالص معايا في الوصفة دي. زي ما احنا شايفين، يعني احنا عملنا مع بعض كذا شكل للكفتة، واغلب التتبيلة ما كناش مصفين البصل. دي بقى لازم اصفي فيها السوائل كويس جدا. ركنت مية البصل على جنب لان انا محتاجاها، وبدأت اشتغل بقى هنا معايا في تتبيل اللحمة المفرومة. جبت البصل اللي انا مصفياه، نزلت عليه بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقتين كبار من البابريكا مع الملح. طبعا الملح حسب الحدق اللي انتي بتحبيه. اهم حاجة ان البابريكا تكون معلقتين كبار علشان تديني لون حلو للكفتة. بعد كده نزلت شوية كده من البقدونس، طبعا حسب احتياج اللحمة، وبقى بخلطه كده الأول بالمعلقة، وبعد كده هنزل باللحمة المفرومة. نزلت باللحمة المفرومة وهنزل عليها بقى بمكون لازم يتحط عليها أو البديل له. دي ليا مفرومة أو دهن مفروم، أنا فرمة عليه هنا فلفل ألوان وتوم وزعتر زي ما انتوا شايفين، وبحطه في الفريزر بحتاجها وبتبقى جميلة جدا. مش موجود عندك الدهن المفروم ده، ممكن تستبدليها بمعلقة كبيرة من السمنة على نص كيلو. انا حطيت هنا بما يعادل يعني كوباية، يعني لكل نص كيلو لحمة مفرومة نص كوباية دهن مفروم. تمام. ركنتها بقى في التلاجة وسيبيها لمدة ساعة كده في التلاجة علشان تعرفي تشكليها. جبت مية البصل وبدأت أتبلها بملح وفلفل أسود وكاتشب. الكاتشب ده هيديلي لون حلو لمية البصل. هاتي بقى صينية افرديها ورق ألمونيوم وحطي عليها شبكة، وابدأي شكلي الكفتة بمية البصل اللي احنا متبلينها. أسياخ الكفتة ديت اللي أنا مستعملاها طبعا سميكة شوية. لو مش متاحة عندك وعندك أسياخ الشيش طاووق العادية الرفيعة، يبقى سيخين منهم عشان تعرفي تشكلي عليهم الكفتة زي ما احنا شايفين كده. طبعا بشكلهم بمية البصل، يعني ابل ايدي كده في مية البصل وابدأ اعملهم كده من بره علشان تديلي لون حلو للكفتة. هعمل الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، وهخلصها واكون مجهزة الفرن طبعا قبل ما ادخل الكفتة، علشان الكفتة تتشمع معايا مرة واحدة ما تفكش مني. الفرن هيكون على درجة حرارة فوق المتوسطة، انا مش عايزاها واطية علشان ما تنزليش مية الكفتة. تمام. عملت الكمية كده زي ما انتوا شايفين، وقبل ما ادخلها هديها كده فرشة من تتبيلة البصل اللي احنا عاملينها عشان برضو تديلي لون حلو جدا، اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده من الحركة اللي احنا عملناها ديت. جبت كده مية البصل وبدأت اخد بالفرشة كده وادهن صبع صبع، وهبدأ ادخله الفرن. حبيت بقى وانا بشتغل كده فيه جه في بالي ان انا اشوي معاه طماطم وشطة. بصراحة كان طعمهم روعة، يعني كانوا حكاية. خلصت الكمية كده وحطيت يدوب قرنين شطة كده وكم طماطمية، قلت اجرب اشويهم مع الكفتة، وفعلا كانوا روعة فعلا. دخلتها الفرن، اول ما لقيتها بدأت تغير لون من فوق
طلعتها وقلبتها على الناحية التانية، وبدأت برضو بالفرشة اديلها لون بسيط جدا ودخلتها. الكفتة دي مش هتاخد معاكي في الفرن نص ساعة، هتكون جاهزة وطالعة بالجمال ده. وممكن كمان تعمليها في صواني عادية جدا، يعني تشكليها وتحطيها في صينية عادية زي ما انتوا شايفين اللي هي على اليمين دي، في صواني عادية خالص. يعني لو انت مش متاح عندك لا اسياخ ولا شبكة، هتقدري تطلعي الجمال ده لو بالطريقة العادية خالص. حبايبي جربوا طريقة الكفتة السهلة اللي تتبيلتها أسهل من السهولة دي، أنا متأكدة جدا إنها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.